أهلا وسهلا بيك. أنا اللاعب ياسين مصطفى توفيق إبراهيم، لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد الشرطة الرياضي. طبعا السنة اللي فاتت شاركت برضو في البطولة دي، والسنة اللي قبلها السنة اللي قبل اللي فاتت علقت الميدالية البرونزية في بطولة العالم التجديف داخل الصالات بكندا. اتلعبت اونلاين برضو من المركز الأولمبي بالمعادي. السنة اللي فاتت علقت الميدالية الفضية الحمد لله برضو في سباق ال 500 متر. آه، السنة دي طبعا كان التحدي أصعب لأني نزلت سباقين، سباق ال 500 متر وسباق ال 2000 متر. ال 2000 متر طبعا السبق بيكون أقوى. بالذات السنة دي إن كان المنافسة مع 150 متسابق حول العالم في جميع الفئات العمرية، من أصغر فئة لأكبر فئة. طبعا كانت بطولة قوية السنة دي. التدريب كان مختلف طبعا. آه، يعني ده اكتر حاجة كانت السنة دي كده. طبعا ان شاء الله احنا بنحضر البطولة العربية في شهر 4. وطبعا بطولة العالم السنة دي، بس بطولة العالم في المية. طبعا احنا لعبنا بطولة العالم التجديف داخل الصالات، بيبقى فيه المرحلة اللي بعد كده بتكون البطولات في المية. المية طبعا الموضوع بيكون اصعب، لان الموضوع تكنيك وتوازن وحاجات اصعب. عوامل المية مختلفة عن الارجوميتر. هنا في ثبات ممكن. دي يعني اكتر حاجه بنحضر لها البطوله العربيه ان شاء الله. وطبعا الجهاز الفني كابتن محمود عبد الحليم، وفي يعني في دعم اكتر في التدريب، وفي يعني في برنامج ان شاء الله جديد وخطه ان شاء الله ماشيين بيها، وان شاء الله نقدر نحقق حاجه كويسه يعني باذن الله في الفتره اللي جايه.